من يومين طلع علينا ترند عجيب، والمواقع الإخبارية اللي موجودة على السوشيال ميديا ماسكاه غسيل ومكوى. الحقوا بسرعة، بص عمر كمال وحسن شاكوش وأخونا حمو بيكا واقفين وراهم 3 عربيات يعدوا 50 مليون. مش انتوا يا جهلة يا تعبانين يا بتوع التعليم؟ ادي العيال الناصحة اللي عارفة تمسك الحياة منين. هو احنا ليه عندنا دايما المواقع الإخبارية اللي على السوشيال ميديا غاوية تبث السم في العسل؟ كان من فترة بيجيبوا أحمد سعد وحاولوا يعملوا بيه بروباجندا على أساس إن هو اتكلم في الحوار التلفزيوني وقال لك أنا ليا أخ فاشل، طلع دكتور وكان أحمد زويل متبنيه وكان ناوي يخليه ياخد نوبل. والناس دخلوا كلهم زعلانين، وتلات أرباع الناس بقت تشتم أحمد سعد وتقول له أخوك الدكتور ده برقبتك، الدنيا مش بالفلوس. فيسكتوا، راحوا طالعين لنا بحسن شاكوش واخواته حمو بيكا وعمرو كمال. عمر كمال ده اللي داخلين لك وياخدوا انترفيوهات ويقول لك تصريحات عمر كمال: انا ياما تعبت وياما شقيت. يا سيدي الفاضل، تعبت وشقيت ايه؟ عشان اشتغلت لك سنه ولا سنتين في بنزينه؟ غيرك بيكافح طول السنين عشان يوصل لخمس اللي انت وصلت له، مش عارف، وراضي ومبسوط. تعبت انك انت اشتغلت ورا رقصات وبقيت تغني اغاني كل المغنيين، المهم انك تطلع ترند باي رقاصه تكون يعني خليعه شويتين ونسيت تلبس الكلسون وهي جايه الحفله بتاعتها. هو ده التعب؟ ولا حمو بيكا اللي قاعدين يسقوه طول اليوم كلام هو مش عارف ينطقه ازاي ولا عارف معانيه، ولا صوت ولا شكل واحنا معاه عايشين؟ ولا حسن شاكوش هوايا ويقعد يزعق لك ويصرخ وقالوا عليه من الفنانين؟ هو كده اللي بتعلموه للشباب؟ بتعلموهم ايه؟ ان انت تبقى خيبان وتعبان لما تروح تدرس ولا تتعب عشان توصل لحلمك؟ لازم تبقى زي الناس اللي هم كويسين المظبوطين اللي طلعوا في النهاية علينا فنانين. امشي شمال توصل، وسيبك من مشي اليمين. ده اللي بيعملوا معانا 3/4 المواقع، هم عمالين ينشروا ترندات يضغطوا على نفسية الشباب. علموا ولادكم وفهموهم ان البني ادم قيمة، والقيمة مش بتنتقل بس بالفلوس، لان البني ادم اغلى من الفلوس. وعلموهم ان الدنيا عمرها ما هتبقى بالنسبة لك صعبة. اخذ الدنيا سهل، اسمعوا مني، لان بمنتهى البساطة هتمشي شمال هتاخد الدنيا وتاخد اللي عليها واللي انت عايزه كمان. ما هو ربك قال للشيطان، والشيطان قضى عليك اخر الحوار وقال له بعزتك وجلالك لاغوينهم اجمعين. اذا انك انت تمشي في طريق الشمال شيء مش صعب، يا دوبك بس سيب ايديك ورجليك وسلم ودانك للوسواس، هيساعدك ويخليك تعمل ألعن من اللي يعمله كمان الشيطان، لانك مؤهل لان يتلعب في دماغك من وسواس الخناس. لكنك انت تمسك على الصراط المستقيم، ومش شرط بس في الدين، لان الصراط المستقيم دنيا ودين. الصراط المستقيم انك تمشي يمين مش تمشي شمال. سهل انك انت تبقى مرتشي كموظف تاني يوم، افتح درجك وهيجيلك فلوس يا عم وهتبقى من اغنياء، بس هتروح تقول لربك ايه؟ سهل انك انت تبقى غني، انك تسرق ولا تمشي شمال او تمشي ورا اي واحده في اي اتجاه غلط، وفي النهايه تعمل مصيبه وبتداري عليك وانتهى الموضوع وعملت اللي انت عملته بقيت من الاغنياء. لكن صعب جدا انك تفضل متمسك بقيمتك ومبادئك وتفضل محافظ عليها وتاخد دنيا ودين. وخلي بالكم في ياما كتير شفناهم وصلوا واكتشفنا ان الناس دي كانوا ماشيين على الصراط المستقيم، وهو ده اللي وصلهم، وهم دول اللي بياخدوا دنيا ودين. علموا ولادكم انها مش كلها فلوس، هي مش ناقصه ضغط على الشباب، ما يبقاش ضغط مادي وكمان نفسي. ما نصلحش احنا في البيوت والمواقع دي تطلع تبجل في اللي زي بيكا واصحابه ويقول لك هم دول الناصحين. ربنا يصلح حالي وحالكم ويعدي علينا الايام دي على خير، ويثبتنا على ان احنا نفهم ولادنا يعني ايه قيم وانسانيه ودين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.